الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يعطيك العافيه سيدي. الله يجزيكم الخير. مو المخفر. ايه بخير. الله يعطيك العافيه سيدي، بس بدنا نقدم بلاغ اذا في مجال. والله شو بدك تقدم؟ سيدي، الموضوع وما فيه انه انا بدي اقدم بلاغ على حدا بيخصني، وانا بصراحه ما بدي يصير لي مشاكل ابدا. طيب شو اسمك؟ شلون؟ انت شو اسمك؟ انا اسمي ابو عبدو. اسمك الكامل يا حبيبي، اسمك الكامل. ابو عبدو نعناع. يا حبيبي ما قل لك اسمك الكامل، يعني اسمك واسم بيك وكنيتك. اسمي واسم ابوي. ايه، اسم ابوي عبدو وانا ابو عبدو. حبيبي انت ما تفهم علي شو لا، بقول لك. ايه عفوا سيدي، عفوا. اسمي احمد. احمد علي نعناع. نعم. ايوه. فين عنوانك؟ عنواني حلب، زبدية، مفرق الفرن، بناية النور. ايوه. بس طيب يا سيدي الله يرضى عليك، انا ما بدي يصير لي مشاكل. الموضوع وما في، انا بدي اقدم بلاغ يعني على، بصراحة بيني وبينك سيدي، على حماتي. فهمت علي؟ على حد. شو ما تسوي حماتك؟ حماتي سيدي. سيدي حماتي عم تعمل شغلات ضد الدولة، وانا بصراحة يعني انا مو قصة انه انا ما بحب حماتي، اعوذ بالله. يعني هلا هي بغض النظر ايش عملة معي وايش عملة مع عمي، ولما كمان توفى جوزها جبناها لعنا على البيت وقعدناها وعملت لنا قصص ومشاكل، بس انا والله ما بكرهها. بس بصراحة يعني هي يا عم تتفرج على حبيبي يا شيء ممنوع حبيبي يا انا شو سيدي. بدي بالحكي، شو بدي؟ سيدي ما تعمل ضد الدولة، شو ما تعمل شو؟ يا سيدي هي عم تعمل شيء ممنوع، يعني هي عم تتفرج على شيء ممنوع. يعني شو ما تتفرج، يعني تتفرج على السكس يعني؟ لا لا يا سيدي، لا لا، اعوذ بالله، مو قصة هيك. هي مرة كبيرة. هي بصراحة عم تتفرج على هداك المسلسل. وعبده قلت لنا هيك. لك انت مالك يا مان النجار ولا ابقى توتر الحركات؟ عيب عليك عيب. مين يا مان نجار؟ انت يا مان النجار انا. انا يا مان ابقى نجار؟ توتر الحركات وهلا يحكي. الله يسامحك يا سيدي. قلنا والله ندق نسمع هالصوت الحلو. ايه بتسمع الصوت الحلو معي. طب يا سيدي والله لكن والله بنحبكم، نحن تشوف بنحبكم، ليش ما بتحبونا؟ وين قال لك نحن ما بنحكي؟ بتحبونا؟ انتوا غاليين علينا. صلاة محمد. والله العظيم هي اول مرة سيدي بيقول لي بحبكم. انتوا حبايبنا وغاليين لك علينا. الله يكتر من امثالكم، الله يكتر من امثالكم. طب سيدي اذا انا رجعت على البلد بتسوي لي شيء؟ ليش ما تسكن البلد يعني؟ ما هو البلد بلدك. الله عليك، الله عليك. والله العظيم صدمتني يا سيدي. يعني عن جد سيدي انا اذا نزلت حبيبي ما بتعملوا لي حبيبي اللي شيء. حملوا سلاح وكانوا مخططين ورجعوا وعملوا تسوي وقفت عليك وفاء. مظبوط، هدول الارهابيين اصلا حاملين سلاح وعملتوا لهم تسويه، انا ايش عامل؟ شو مسوي انت؟ حكيت لك كلمتين عن النت، شو هالشغله العظيمه. والله العظيم يا سيدي بدي احكي لك، بس خليك معي. والله العظيم يا سيدي انا بحب البلد وبحب كل شيء بالبلد، وبصراحة أنا رايد والله العظيم فارت قلبي وفارت معلاي على ما أرجع على البلد. وهيك يعني كل يوم والتاني بتذكر فيه حلب وشوارع حلب، ورايد أرجع. إذا بتضمنوني الرجعة والله برجع. طيب شوف يا حبيبي، شوف اقول لك انت ذكي ومحترم الله. والبلد بحاجتك. وكثير ناس رجعت على البلد كانوا باوروبا ولكن عايشين وما يشتغلوا ومبسوطين. والله العظيم مزبوط كلامك يا سيدي. أنا بس بخاف، أنا رايد أرجع، بس أنا إذا برجع والله بخرب الدنيا بالبلد، بدي أعمل كل شيء كويس مع البلد ومع الدولة، بس أنا خايف يلطوني. حبيبي ليش خايف ليش؟ ما تخاف ما تخاف. انت ابن البلد، بعدين تعال اقول لك البلد تغيرت كثير وبفضل سياده الرئيس الامور كلها بتتغير للاحسن، شو فكر انت؟ ايه والله، ايه والله، والله العظيم الله يكتر من امثاله.
والله شوف انا بصراحه مو قصه يا سيدي انه انا بكره سياده الرئيس، بس بكره شغلات. وانا هلا والله من كلامك يعني حبيت خلص، اذا بتسمحوا لي اني ارجع وبتسووا لي وضعي انا برجع. حبيبي فاهم علي شو ما قلها. نعم. انت خايف ترجع اذا الدول اللي كانت بتحاربنا بالاعلام وما تدعم المسلحين وزي وصالحتنا، فخايف شو مسوي؟ يا سيدي عم بيقولوا بس ان عزموه عزيمه واصلا ما عملوا شيء معه، يعني بس على التلفزيون. طب يا سيدي انا هلا اذا رجعت تضمن لي انه ما يسوي لي شيء، ما يحبسوني، ما يحطوني على الدولاب؟ شوف يا يما شوف، بدي اقول لك كلمه وانا مسؤول عنها. نعم. بدك تنزل هلا على البلد وعم مسؤوليتي، ما بيصير قبل ما يحكيك كلمه. صلاة محمد بنزل على حلب يعني على سيف الدولة وعلى صلاح الدين وعادي ما حدا بيحكي معي. بدك تنزل على البلد معزز مكرم. الله عليك الله عليك، لك ابوس تراب حلب، لك ابوس زبالة حلب، لك لو تعرف شقد بيشتاق لحلب يا سيدي. طيب سيدي انا بنزل ما عندي مشكلة، بس انا بدي شرط، معلش الاول شرط اخره نور. سيدي انا بس بدي اياك تضمن لي، بما انه انا نازل على مسؤوليتك سيدي، بتضمن لي انا اذا نزلت، يعني انا بس عندي هذا الشرط، بصير يعني اذا نزلت على سوريا اول شغله اعملها اني اروح اشخ على ابر حافظ، بس هي الشغله. انت ابن البلد، انت ابن البلد رجاء والله فخ لك والله العظيم. عرفان هي اول مره بحس يعني معلم قديش حناين، قديش حناين.